أهلا بيكم أصدقائي المطورين. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي الفاريبل. إيه هو الفاريبل؟ إزاي نعمله assign للفاليو بتاعته؟ وهو عبارة عن إيه؟ أول حاجة هنتكلم إن إحنا عندنا قبل كده كنا بنتكلم إن أي برنامج عندنا أو أي بروجرام أو أي أبليكيشن بيكون عبارة عن حاجتين: كود وداتا. الكود وبنبتدي إن إحنا في الكورس ده إن إحنا نغطيه. طيب الداتا، بالنسبة للداتا نعمل إيه؟ أو نجيب الداتا بتاعتنا إزاي؟ يعني أنا مثلا عندي أهو في فايل فاضي. الفايل ده أنا عايز أجيب داتا معينة من الهارد ديسك، أو إن أنا أسجل داتا على الهارد ديسك عندي. أقدر أعمل كده إزاي؟ أقدر أعمل كده عن طريق الفاريبل. فكده هنيجي بقى لنقطة الفاريبل. إيه هو الفاريبل؟ الفاريبل ده حاجة متغيرة، كل وظيفتها إن هي بتشاور أو بتقولي الداتا أهي، بتقولي إن دي الداتا اللي موجودة عندي في الديسك درايف أو عندي في الميموري، سواء كان في الرام أو في الهارد ديسك. فبالتالي الفاريبل هو حاجة بتعمل point to the data، أو زي ما بنقول allocate the data in memory. allocate data in the memory، بالتالي الفاريبل كل اللي هو بيعمله إن هو بيشاور لي على الداتا وبيعمل allocate للداتا في الميموري بتاعتنا. في الحلقات اللي جاية هنتكلم عن الفاريبل لما نعمل له assign لأي data type من التايبس اللي احنا خدناها في الدرس بتاع الداتا تايب. لو ما اتفرجتش على الدرس بتاع الداتا تايب ارجع واتفرج عليه. أول حاجة عشان نعمل variable فاحنا هنعمل له اسم، أيا يكن بقى الاسم بتاعه إيه. ممكن يكون name، ممكن يكون محمد مثلا، ممكن يكون كريم، أيا يكن الفاريبل بتاعنا. بس نفضل دايما إن الفاريبل بتاعنا يكون اسمه معبر عن الداتا اللي بتحتويه. فبالتالي أنا لو عندي name فهو لازم يكون إيه؟ اسمي. أو مش لازم إن هو يكون اسمي، بس فكرته إن هو يكون إيه؟ إن هو يكون بيدل على المحتوى بتاع الفاريبل ده. يعني بالتالي أنا لو جيت أعمل كود مكتبش x و y و z و f الحاجات دي non technical ومش بروفيشنال، وهتسبب مشاكل معاك كبيرة جدا في الاستراكشر بتاع الكود بعد كده، طالما انت ما تعرفش كل variable بيكون جواه ايه. نبتدي بأول نوع أو أول شكل بتاعنا اللي هو الشكل بتاع السترينج الطبيعي، إن إحنا هنكتب جوه النيم اسم مثلا، وليكن الاسم ده حازم. فبالتالي النيم دلوقتي بقى بيشاور على ايه؟ على داتا. ايه هي الداتا دي؟ الداتا دي هي حازم. طيب وبعد كده تعالى كده نكتب، نعمل print ونشوف النيم هتطلع لنا ايه. طلعت لنا حازم. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا ازاي ان احنا نعمل variable. طب ايه الحاجات المتاحة في التسمية بتاعة الفاريبل؟ هل اقدر مثلا احط اول حاجة الاندرسكور؟ اقدر احط الاندرسكور ومش هيعمل لي اي مشاكل. طيب هل اقدر احط سبيشال كاركتر مثلا زي الات؟ هتيجي هنا فهتروح عامل كده وتعمل run، هتلاقيه يطلع لك ايرور، هيقول لك ايه؟ invalid syntax. يبقى بالتالي احنا عندنا الفاريبل نفسه ليه امكانية معينة ان هو يتسمى، فلازما ما يتسماش في البداية بارقام مثلا، يكون اوله ارقام، وما ينفعش ان هو يكون فيه اي سبيشال كاركتر، وفي نفس الوقت ما ينفعش مثلا ان احنا نبتدي بنقطة، عشان دي برضو تبع السبيشال كاركتر. وما ينفعش مثلا ان احنا نقول ان في نيجاتيف واي او نيجاتيف ام، برضو نفس الفكرة ونفس الكلام اللي هو فيه. طيب تعالى كده نجرب نعمل حاجة جديدة. ايه هي الحاجة الجديدة؟
هنعمل ان النيم ده مثلا، وليكن ده كان النيم الاول، هنكتب 1. هل نقدر ان احنا نعمل مسافة ما بين الفاريبل وحاجة تانية؟ لأ، هو هيعتبر ان ده جزء وده جزء تاني. فبالتالي وانت بتكتب الفاريبل لازم الفاريبل يكون جزء واحد او حتة واحدة. طب انا اعمل ايه في الحالة دي؟ ممكن احط اندرسكور، فبالتالي عندي النيم ده بقى نيم 1، فبالتالي بقى اسمه معبر. تمام، حلو قوي. طب ايه اقدر اعمل ايه تاني؟ ممكن احط اي رقم تاني. ممكن بدل الاندرسكور احطها مثلا لازقة فيها على طول. ممكن اخليها بدل ما هي كده، تمام، اخلي في رقم وبعديها في اسم تاني. ممكن استعمل برضو الكابس لوك، او ان انا اكبر اول حرف في الكلمة. ده كله متاح عندي في التسمية بتاعت الفاريبل. وزي ما قلنا لازم الفاريبل يكون معبر عن المحتوى بتاعه. فما ينفعش مثلا ان انا اكتب نيم هنا والاقي مثلا ان اللي جوه الفاريبل مش string اصلا، ممكن يكون مثلا رقم. فبالتالي انا كده عملت mislead، او بوظت الكود بتاعي بان انا كتبت اسم variable هو موجود، وفي نفس الوقت انا عملت له assign لvalue ما ينفعش تكون الفاليو بتاعته. كأنك جيت ففتحت ودي بتحصل معانا كلنا، علبة الحلويات اللي عندك في البيت، ومرة واحدة جاي بتبص فيها. فدايما كلنا كنا بنبقى واحنا صغيرين فرحانين جدا بعلبة الحلويات دي، ونلاقي مثلا فيها أدوات خياطة. هي نفس الفكرة. مينفعش إنك أنت تعمل variable اسمه name وبعد كده تقوم حاطط فيه number. طالما هو النيم ده فأنت بالتالي لازما يبقى إيه اسمه معبر عن النيم بتاعك، وليكن حازم أو محمد. وبكده نكون خلصنا أول part في ال variables. هنتكلم بعد كده عن ال assign بتاع ال variables لل data types المختلفة. part 2. أشوفكم على خير إن شاء الله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس.